طيب، اكتر موقف ممكن يزاولك في الدنيا انك انت كده رايح متشيك ورايح ظابط حالك ورايح تتعزم عند واحد صاحبك، رايح تتعزم عند اختك، رايح تتعزم عند ايا كان، وتقوم تعمل اي حاجه، تقوم مثلا عايز مثلا تخش الحمام، عايز تجيب شويه ميه تشرب، عايز اي حاجه، ويجي يقول لك او تقول لك مش اكلتك دي يا عم، يا عم مش اكلتك والله، ومفكرينك ان انت خلصت اكل. ودي اكبر مشكله ممكن تقابل حد في الدنيا، وانت اصلا لسه ما خلصتش اكل، بس يجي عليك بقى الموقف يقول لك ايه، مش اكلتك دي والله يا صاحبي، على فكره انا كنت بعديها بس دلوقتي. قالوا لا والله انا كنت راح اجيب ميه، راح اخش حمام وراجع تاني. بالذات لما الاكل يكون حلو، انا مش هسيب الاكل واقوم. لا يا عم دي مش اكلتي، انا حاجه اكمل اكلي عادي، انا عارف مش هتعزم، يعني انا حاجه هقعد وهاكل، يعني اللي هيعزمني بعد كده وقال لي مش اكلتك، اقول له لا انا عارف دي مش اكلتي، انا هكمل هعمل حاجه وجاي، مش هقوم على الاكل، ما تخافوش يعني. لو انت حصل لك الموقف ده، اكتب في الكومنتات اللي حصل لك الموقف ده قبل كده، واعمل لايك، وكمان اعمل شير. ولو انت لسه ما اشتركتش في قناه اليوتيوب، خش بقى واعمل اشتراك في قناه اليوتيوب علشان ندعم بعض كده. سلام.